السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الكاتبة العراقية ريهام العابد. طبعا اليوم راح أوجه ردي بعد ما انتظرت هواية من الحكومة العراقية، من وزارة الخارجية العراقية، من السفارة العراقية في عمان، الرد على الكاتبة الأردنية التي كتبت يوم أمس مقالة بعنوان لا أتمنى نصرا للقوات العراقية وقولوا عني داعشية إلى يوم تبعثون، ورجعت نزلتها على الفيسبوك ورجعت نزلتها تعاند على تويتر. يعني طبعا الكاتبة الأردنية هي إحسان الفقيه. إحسان الفقيه راح أوجه لك أني رسالتي طبعا، وهذا خلي يعتبر رد عروبي باللهجة العراقية طبعا إلك والأمثالك والكل من تطاول على الجيش العراقي وعلى القوات العراقية وعلى العراق، أكرر وعلى العراق. إحسان الفقيه، إذا كنت أنت تدافعين عن المكون السني وتقولين المكون السني يتعرض للظلم في العراق، أين كنت عندما دخلت داعش في المحافظات السنية وأعدمت المئات من السنة بل الآلاف، يمكن وصل العدد مليون؟ وين كنتي؟ وين كنتي لما داعش انتهكوا بيوتنا وأخذوا بناتنا؟ ما أقول أني أخذوا بناتنا لأنه بناتنا والله ما أخذوها، لكن أعدموا كثير من الحرائر اللي وقفوا بوجه داعش. أين كنتي عندما قاموا داعش بأسر خيرة رجالنا على سواتر العز، هذه سواتر العز، وأعدموهم أشبال الخلافة كما يقولون، اللي عمره 11 واللي عمره 12 سنة يذبح برجالنا كذبح الشاة. أين كنتي؟ الأردن راح لها معادل كساس، بطلعوا الأردنيين يحتجون وحتى القرآن أحرقوه. احنا كم واحد راح لنا من أبنائنا؟ تتوقعين إنه داعش جت تستهدف الشيعة؟ عفوا، داعش استهدفت المكون السني أكثر من الشيعي، والدليل أحرقت الحرث والنسل ودمرت المحافظات السنية. وينكم انتوا؟ وين كنتوا العرب؟ إذا تتباكين على الجيش العراقي السابق وتتباكين على صدام حسين، من اللي أعطى أمريكا الحق باجتياح العراق؟ مو الأردن؟ من أين انطلقت الطائرات الأمريكية وقصفت بغداد عاصمة العروبة؟ مو من القواعد الأردنية؟ الجيش العراقي منو حله؟ مو انتو اللي حليتوه؟ منو اللي دمر البنى التحتية؟ ذولي الشيعة اللي ما عاجبيك، منو اللي سلمهم مقاليد السلطة؟ مو انتو؟ إذا تحكين عن المكون السني، أنا دا أحكي لك هسه عن المكون السني، منو اللي ظلمهم؟ انتو اللي ظلمتونا وانتو اللي دمرتونا. يا إحسان الفقيه، العراق وهو يعني انتو ما راح اقول وهو راح اتفيق مثل ما انت تتفيكين باللغة الفصحى، لانه قلبي كلش مندمل على الخسارة اللي دا نخسرها، فراح ارد عليك رد عراقي باللهجة العراقية وراح يفهموها هواية، يعني هواية راح يفهموها. الضباط اللي دا يقودون المعارك حاليا هم ضباط الجيش السابق، يعني برأيك اللي رتبته فريق ولواء قوات خاصة، شلون يعني بعد سقوط بغداد وبعد الاحتلال الأمريكي طفرة وحدة يعني سووه ضابط؟ دا تغالطين نفسك حضرتك؟ مقهورة على شبل من أشبال الخلافة داست على راسه دبابة عراقية؟ هذا مش شبل، ذبح 10 وذبح 20 من العراقيين. ومن قهرتي على آلاف الرجال اللي أعدموهم بدم بارد، آلاف الرجال من السنة. إذا كنت تدافعين عن السنة راح أحكي عن السنة بالبداية. وين كنت عن المجازر اللي حصلت لنا؟ وين كنتي؟ معاذ الكساس بحترق قلبكم عليه. احنا كم معاذ راح لنا؟ كم عمر راح لنا؟ كم علي راح لنا؟ كم حسين وكم حسن وكم كرار وكم خطاب وكم فاروق؟ كم واحد راح لنا؟ ليش ما طلعتوا حكيتوا؟ قيادين داعش يمكم قاعدين بعمان، وين جهاز المخابرات الأردني؟ وين شغله؟ الحكومة الأردنية إحسان الفقيه دا تتطاول على سيادة بلد انتم لحد الآن عايشين بخيره، والدليل 200,000 برميل دا تنباع لكم بربع السعر العالمي، دا يبيعوا لكم اياها الحكومة العراقية بربع السعر العالمي، يعني بنعطيكم اياها صدقة بس بصورة غير مباشرة. لحد الآن انتم عايشين بخير العراق، انتو وايران وهواية دول.
هواية دول عايشة بخير العراق، وهواية دول انتو خليتوا العراق للصراعات السياسية مالتكم، بلدانكم مؤمنين عليها وتجون علينا انتي وجماعتك يعني. وين كنت حسان الفقيه؟ غصبا ما عنكم اختلط دم الشيعي والسني والكردي والازيدي على الساحة العراقية وعلى الأرض العراقية، غصبا ما عنكم. وغصبا ما عنكم العراق والمحافظات السنية اللي تدافعين عليها تحررت بزود ولد الجنوب وولد الغربية وولد الوسط وولد الشمال. وغصبا ما عنكم الموصل عاصمة العرب رجعت الأحضان العراق، الموصل اللي انت تروجين الأردوغان حتى يجي يدخل الجيش التركي، لأنه هذا مو محتل، ما تعتبريه محتل بنظرك، بس إيران محتلة، الجيش التركي ما محتل. يابا الجيش التركي شو عنده يدخل الموصل؟ نسيتي الأتراك ايش سووا بالسوريين؟ نسيت الحرارة السوريات اللي انعدموا بحكم الولاة العثمانيين؟ نسيت الدرك ايش سووا بسوريا؟ نسيت الدرك ايش سووا ببغداد؟ نسيتي خلوا العربيات جواري عندهم بالقصور وخدم؟ اكيد نسيتي. تعرفين ليش؟ لان تدافعين انت عن معتقد، تدافعين عن اخوان المسلمين، لان انت وحده اخوانشيه. اردوغان وان كان يتبع الشريعه الاسلاميه السنيه، يعني هذا مو معناه انه هو مو ظالم، مو معناه انه هو خوش. اردوغان دا يمص بنفط العراق، والحكومة والأردن دا تمص بنفط العراق، والكويت دا تمص بنفط العراق، وإيران دا تمص بنفط العراق، والكل دا يمص بنفط العراق. كلكم انتوا العرب عايشين على خيرنا، كلكم بدون استثناء، العرب والعجم كلكم عايشين على خير العراق، وكلكم عملاء، وكلكم زايدتوا على ابن العراق وبعتوه بأبخس ثمن، وبحجة المعتقد قمتوا تستدرجون العراقيين حتى تدمروهم. بس من دخلت داعش عرفنا اللي إلنا واللي علينا. الأردن ترسل مساعدات لابن الرافدين. ليش هي الأردن منو اللي معيشها هسه؟ هاي الدول اللي تتصدق علينا منو اللي معيشها؟ تتباكون على الجيش العراقي السابق وعلى الدولة العراقية السابقة. ليش انتم منو طيح حظ العراق ومنو اللي دمر غيركم؟ منو اللي خلي الأمريكان علينا وخلانا البوش والغير بوش غيركم؟ يعني انتو خايفين على مصالحكم، ما خايفين على العراق. بس عتبي مو عليكم، عتبي ولا عليك يا احسان الفقيه عفوا، عتبي على حكومة الأردن. شلون ترضى الوحدة نكرة مثلش تتطاول على العراق، والعراق ايده بحلقكم، لحم كتافكم من خير العراق. وعتبي على الحكومة العراقية اللي ما ردتك انتي، وعتبي على نقابة المحامين العراقيين اللي ما رفعت دعوة قضائية عليك وعلى امثالك، وعتبي على العراقيين اللي يتابعوك. انت يا عراقي اللي تتابع احسان الفقيه، معقولة داعش ما قتل ابوك، اخوك، عمك، خالك، ابن عمك؟ معقولة بيتك من داست حرمته وانت عربي؟ العربي يعني الزموا عليه البيت من تنداس حرمته، حرمة البيت الها حوبة. معقولة ما سمعت حكاية ما تأذيت؟ معقولة؟ عتبي على السفيرة العراقية صفية السهيل في عمان، الدبلوماسية العظيمة، معقولة ما وصلها خبر؟ معقولة ما سمعت بحسان الفقيه وغير حسان الفقيه يحجون عن العراق؟ بس على شنو؟ دا تبيعون بينا بفلس ونص ودا تروحون، انتم مثل مصاصين الدماء، عايشين على حجم إراقة الدماء اللي تريقوها. يعني يا احسان الفقيه، القادة اللي يقودون المعارك هسه بالمناطق الساخنة، اللواء ركن قاسم المحمدي سني من أهالي الأنبار، هو قائد عمليات الجزيرة والبادية.
اللواء ركن إسماعيل المحلاوي قائد عمليات الأنبار، هو من أهالي الأنبار من منطقة القائم أو مدينة القائم. اللواء نجم الجبوري، أنا دا أحكيلك عن الجيش. اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى. الفريق جمعة الجبوري قائد عمليات صلاح الدين، والاثنين سنة من أهالي صلاح الدين وأهالي الموصل، يعني ذولي ضباط سابقين إذا كنت تدافعين عن الجيش السابق. أما من يقود المعارك في نينوى هو الفريق ركن عبد الأمير اللامي، ضابط في القوات الخاصة العراقية، والأول على دورة الأركان، كلية الأركان عفوا، دورة 68، يعني ضابط من ضباط الجيش السابق ومن أبطاله، ولا زال ضابط حالي يخدم البلد. الفريق ركن عبد الغني الأسدي القائد العام لجهاز مكافحة الإرهاب، ضابط سابق في الجيش السابق. اللواء معن السعدي ضابط في الجيش السابق في جهاز مكافحة الإرهاب أيضا. والفريق ركن عبد الوهاب الساعدي معلم في كلية الأركان العراقية السابقة، وضابط في القوات الخاصة العراقية، وضابط في الجيش السابق ومن أبطال الجيش السابق، ولا زال في الجيش الحالي. لا تغالطين نفسك، دولي مو عراقيين، دولي إيرانيين لو عراقيين يا ست أحسان، انتي واللي يأيدك. برأيك معبر الوليد والمناطق الغربية اللي دا ترجع بدا يقاتلون السنة بيها؟ وين انت؟ وين عايشة عزيزتي؟ وين عايشة؟ أعراضنا منو اللي دا يحميها؟ احنا ما ينداس على حقنا عزيزتي، ما ينداس على حقنا. أعراضنا إلها زلم، إلها زلم تحميها، عرضنا ما ينهتك، لا من فلان ولا من علان، ولا نسمح لأحد يتطاول علينا. وإن جاءت داعش آفة هتكت كل البنى التحتية للعراق، كل العراق تضرر بيها، ما اجت على مكون معين، كل العراق تضرر. والدليل كل المكونات العراقية قدمت شهداء، أكراد، إيزيديين، تركمان، سنة، شيعة، الكل، والكل أبطال والكل ضحوا. أما المغالطات والأخطاء اللي حصلت مثل ما تغلطين انتي ولش جهة مولج اللي طلعوا وغلطوا على المكونات، أيضا لهم جهات تمولهم ولهم من يوقف وياهم ولهم من يدفع لهم فلوس، مثل ما يدفعوا لك فلوس يقول لك كتبي. إذا كنتي كاتبة حقيقية كتبي عن المجازر المرتكبة بحق العراقيين السنة من قبل داعش، وقتها إلك حق تكتبين. تحياتي.